هاد الدجاج اللي داقو عندي كيحمق عليه وضروري سولوني كيفاش صاوبته، وهو ساهل بزاف، كيوجد في 5 دقائق، كيجي بنين مقرمش ما تشبعوش منه وطري لداخل كما كتشوفوا معايا. فتي رائع بزاف، ضروري تسجلوا عندكم الوصفه وتجربوه. عندي هنايا صدر الدجاج اللي قطعته شرائح رقيقه بهذا الشكل، وغادي ندير له الملحه والابزار بجوج جوايح، وغادي نجيب واحد الطبسيل اللي غادي ندير فيه 2 ديال البيضات، الملحه والابزار وشويه ديال السودانيه الحاره. وفي طبسيل اخر غادي ندير لا شابلوغ مع كونفليكس اللي كتعطيه واحد القرمشه زوينه بزاف. والطبسيل الاخر كندير الدقيق، كنجيب الدجاج نديرو في البيض ونديرو في الدقيق ونعاودلو عاوتاني في البيض ونديرو في لا شابلوغ اللي قلت لكم مع الكونفليكس اللي كتعطيه واحد المذاق رائع بزاف. صافي حتى كنكمل الكميه كامله وكنكون دايره الزيت سخن. تقدروا ديروه حتى في الفران الا بغيتو. انا كنطيبهم دائما في الاير فراير، كيجيو مقرمشين ورائعين بزاف وصحيين اكثر من الزيت الا ما بغيتوش تقليوهم. هنايا من بعد ما وضعتهم في الزيت حتى كيتحمروا وكنحيدهم. هنايا قدمتهم كما كتشوفوا معايا مع الروز والسلطه ولا صوص ديال الكاري اللي كتعطي واحد المذاق رائع بزاف لهاد الدجاج. تقدروا ترافقوه غير مع السلطه، مع لي بات، مع لي ساندويتش ديالكم، كيجي خطير في المذاق كما قلت لكم، وفتي من الداخل مقرمش من برا. ضروري تجربوه بهذه الطريقه، ما كياخذش نهائيا الوقت وكيجي بنين بزاف. بالصحه والراحه، وما تنساوش لايك لا فيديو.